ايه هو؟ انا خايف ربنا يستر من الحلقه دي. ها اه ده مضايق ازاي؟ عشان نلغي. خدي كارت، انا هاخد كارت تاني. انا بسرعه اجري بسرعه. في شد وجذب، وفي توتر، وفي قلق، وفي سعاده، وفي انبساط، ايوه اعمل خروجات، كلامك، وفي هي عشان هتروح كويس. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم، المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الأول وأقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. على طول بقى، على طول يعني، فاهم؟ ايه اكتر حاجه بعملها بتحسسك بالحب؟ ايه اكتر حاجه بعملها بتحسسك بالامان؟ وقت ما كنت ولدت وكنت معايا طول الوقت ما بتسيبنيش خالص، فدي كانت اكتر فتره بصراحه حسيت قد ايه انت بتحبني قوي وما كنتش عايزني اتعب يعني. هاتي البنت انا هاخدها وانتي بس تنامي شويه، هاتيها انا هاكلها وخشي خدي شاور، مش عارفه ايه الحاجات دي كلها. حسيت قد ايه فعلا انت بتحبني مش بتهرب. وبالامان بقى لا اوقات كتير يعني، مثلا لما يحصل موقف مضايقني قوي وانا مش عارفه اعمل ايه، فتبقى انت محاوطني كده يعني، بتحسسني طول الوقت ان لا ما تخافيش انا معاكي، محدش يقدر يعمل لك حاجه. ده موضوع عبيط يعني، هيعدي كده الحاجات لا، دي. واللي هيعمل لك حاجه انا يعني مش خلاص. هنجح اقول بقى ايه بقى. خلاص بقى. اكتر سؤال بقى. قولي. اشمعنى انا؟ ان انت فيكي صفه الطيبه والسلكان، مش واحده متلونه كده. التلون مش فيكي يعني، ودي حاجه برضو ليها عيوب برضو شويه، ان انت ما بعرفش يعني، اللي على قلبك على لسانك ما على بعرفش طول. اساير اموري صح. فدي من ضمن الحاجات، هي دي اهم حاجه اصلا خلتني اختارك. ربنا يكبر بخاطرك. ذكرى مميزه لينا مع بعض عمرك ما هتنسيها. يوم الانيفرساري بتاعنا، لان انت كنت بتجهز له من بدري قوي، ما كنتش معرفني، وعرفت اهلي كلهم ما عدا انا، وما كانش لسه في بينا اطفال. ده اليوم اللي انت خرجتي فيه مع خالتك صح؟ لا لا، ده كان عيد ميلادي. عيد ميلادك الانيفرساري اللي هو كان لما رحنا المطعم. الاوتيل كان نفسي اصلا اروح المكان ده قوي، وانت ما قلتلكش ان هو نفسي اروحه، انا بس قلت لك الله المكان ده انا ما جربتش اخشه قبل كده يعني. فانت بقى رحت حجزت فيه من ورايا، اي خدمه، وظبطتني، جبت لي الهديه واخترت لي الفستان ومش عارف ايه، ورحنا بقى. اتفاجئت بالديكوريشن والحركات كلها، كنت مبسوطه قوي بصراحه. جميل. ازاي ممكن جوازتنا تبقى ناجحه؟ ان احنا نبقى هاديين على بعض، نهدى شويه، نهدى عشان احنا في اوضه وفار، اوضه عشان وفار، اوضه سننا قريب وفار. من بعض. مين اللي قال لنا المعلومه دي؟ باباي. اه طيب ازاي نقدر نحافظ على جوازنا 30 و40 سنه؟ والله ما عارف اجابه، تصدقي. انا هقول لك ازاي. ده قولي اجاوب لي، انا. قولي لي انت. تبطل تنزل تلعب بلاي ستيشن وتقعد معايا شويه. يعني انت عايزين اقعد جنبك على طول. ايوه. يعني انا اصلا شغلي من البيت، انت عايزين اقعد برضه في البيت يعني. بتوحشني. يعني انا نزلت، يعني انا بنزل العب مع اصحابي بلاي ستيشن، انت عايزه تجيبي بلاي ستيشن انا اقعد في البيت. اه يعني دي خطتك جايه ان شاء الله. دي خطه جايه، تمام اوكي. يلا انت دورك. ايه الحاجه اللي ممكن تبوظ علاقتنا؟ معروفه. الخيانه. اه وان انت تحاول تشغل دماغك عليا، يعني يبقى في موضوع كده كده انا هعرفه، كده كده هتقوله لي مع أيوة. الوقت، بس انا باجي اقول لك في بس الاخر. تقعد فتره تشغل دماغك عليا، فتيجي بقى في الوقت اللي انت حكيت لي فيه انا افهم ان الفتره اللي فاتت دي كلها كان في تشغيل دماغ. بس باجي اقول ده لك في الاخر. بيخليني بيدمر حاجات كتير ما بيننا، ان انا ممكن ما افتحش كلام معاك تاني، ولما تيجي تقول لي حاجه بجد مش عايزه اسمعها، خلاص بقى ما انت كده كده فانت شغل دماغك على الناس اللي بره، انا لا. ما هو انا برضه انا ما بشغل دماغي عليكي، باجي اقول لك في الاخر ان انا شغلت ما دماغي هو دي عليك. حاجه بقى بتضايق. ما بغفلكيش في الاخر يعني، ما بسيبكيش على عماكي ما طول هو بقى عمرك. كترها ممكن تغفلني، ماشي. فبلاش منها احسن. اسالي بقى. ايه الصفات اللي نفسك ولادنا ياخدوها مني؟ الطيبه، ان هم يتعاملوا مع الناس بحسن نيه، ما ياخدوش جنب من حد، ما يخافوش من حد، يتعاملوا مع كل الناس. دي الحاجه اللي انا عايزهم ياخدوها منك عادي. بس اصعب مرحله عدينا بيها في علاقتنا. كنت انت دخلت في مشكله كبيره قوي في اول جوازنا. المشكله دي يعني كان ممكن توصل العلاقه بتاعتنا ان يحصل فيها انفصال، او ان كل واحد خلاص يمشي يعني، يبقى في حياته. الحمد لله عديناها الحمد لله. يمكن ربنا حط المشكله دي في حياتنا برضو يعني، انا بفكر فيها عشان كده، تقوي العلاقه عشان اكتر. تخلينا قدام صح. علاقتنا تبقى اقوى ببعض. صح. صح. انا صح. انت صح. انا اللي هختار. انت اللي انا هتختاري. ما سالتش ولا ايه؟ مين اللي انا يا برنس. ايوه صح صح. قبل ما تتجوز كنت متخيل حاجة معينة عن الجواز، وايه طلع شبه اللي انت كنت متخيله؟ ان احنا نبقى دايما بقى مبسوطين وسعداء، وان الحياه ورديه. لا، هو طلع ان الجواز فيه مشاكل، وفيه انبساط، مسؤولية. وفي قلق، وفي توتر، وفي يعني في كل حاجه يعني، كل قبل الجواز حاجه، وبعد الجواز حاجه تاني خالص. الموضوع وإيه موضوع مختلف. انت كده جاوبت على السؤال التاني اللي كنت اقولك، وايه مختلف يعني، ايه الحاجة الشبيهة لفكرتك
وايه الحاجه المختلفه اللي ما كانتش موجوده. انت اه كده إيه. جاوبت على الحاجه اللي مش موجوده. اه ايه بقى الحاجه اللي فعلا فكرت فيها قبل الجواز لقيتها فعلا موجوده بقى يعني بعد ما اتجوزت؟ ان الواحد كون بيت وبقى ليه اسره وبقى ليه حياه لوحده، دي احلى حاجه في الموضوع. مم. لكن طبعا زي ما بقول لك الاختلاف ان انا كنت فاكر ان الحياه ورديه، لا هي الحياه مش ورديه خالص. مم. في شد وجذب، وفي توتر، وفي قلق، وفي سعاده، وفي انبساط، وفي ايوه اعمل خروجات، كلامك. وفي ايوه هي عشان هتروح كويس. في خروجات وفي فسحه. بس هي الفكره كلها ان قبل الجواز حاجه وبعد الجواز حاجه تانية خالص. طبعا. حاجه متحمسه اننا بنعملها سوا في المستقبل. تربيه عيالنا ولما يكبروا، لان كل مرحله في حياتهم بشوفك مختلف قوي يعني بجد. يعني لما اتولدوا غير دلوقتي اكيد غير بعدين. طبعا. فمتحمسه قوي اشوفك كمان 3 4 سنين كده هتبقى عامل ازاي معاهم. هيبقى في اكشن. ايوه. ماشي. ايه اكتر حاجه بعملها بتحسسك ان انا بحترمك وبقدرك؟ انت عمرك ما بتكلمي من ظهري، عمرك ما بتشتكيني اصلا لاهلك، بتبقى قليله جدا جدا جدا. في حين ان انا ممكن مثلا طنط تسالني تقول لي بس انت مضايقك من ايه، اقول لا 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 لا. بتكلم على طول. بس انت ما بتتكلميش خالص، مهما زعلك ما بتحكيش. مهما اضايقك حد يقول لك مالك زعلانه، كريم مزعلك، ما بتتكلميش. ناس هعيط. دي دي اكتر حاجه يعني موجوده فعلا. انت ما تضايقنيش بقى. حاضر. ايه اختلف عن فتره الخطوبه؟ يو 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 اه يو يو الخطوبه كنا كل يوم بنخرج، ولو انا عايزه ايه هتروح. يعني لو انا عايزه اروح مثلا بعيد قوي ان شاء الله نكون رايحين فين هوديكي. هنروح وهتعملي اللي انا عايزاه واليوم كله بتاعي وكل حاجه ملكي. دلوقتي طبعا كنا لسه بقى يعني عارفين بعض. لا، كان كل حاجه مفيش مسؤوليه، مفيش تراكمات، مفيش صح. اطفال. دلوقتي كل حاجه اختلفت بسبب ان احنا مش عارفين نسافر براحتنا بسببهم، لسه مش عارفين نسافر لوحدنا عشان تاني. لسه صغيرين. بالظبط. مش عارفه لو انا مثلا عايزه اعمل مشوار ومحتاجاك معايا فيه بنعمله بسرعه جدا، ممكن نكنسل حاجات كتير دلوقتي ما بنعملهاش خالص. الاولويه اللي بقت ليهم مش لينا احنا. صح. احنا بقينا حاسين ان احنا مقصرين مع بعض بسببهم برضو. مظبوط. ان انتي هم معاكي طول الوقت وانا بشتغل، فخلاص كل واحد بقى في حياته. هكمل بقيه سؤال. مم. ايه الحاجات اللي كنا بنعملها سوا وبنحبها وبطلنا نعملها؟ ان احنا نخرج نقعد مع بعض لا، ان لوحدنا، احنا نروح سينما ميد نايت. كنا بنروح كتير او ان قوي احنا اللي نخرج هو لوحدنا، من دي كتر ما بقتش من موجوده. بالظبط. والسينما بالذات عشان كنت بحب قوي احساس ان انا رايحه السينما بالليل. انا زمان اهلي ما كانوش بيسيبوني اخرج لوحدي لحد الساعه 10. لو 10 ابقى في البيت. احساس بقى الميد نايت سينما ده لو انا ايوه ماما انا خارجه دلوقتي عايزه انا حاجه. الساعه 3 مع جوزي. بالظبط. انا الساعه 5 اهي. انا بره البيت يعني. بس اكتر موقف كنت فخور بيا فيه؟ واحنا في الهانيمون، لما برنامج اعداد رضوى الشربيني كلموكي قالوا لك عايزينك تطلعي معانا في البرنامج، كانت احلى حاجه الصراحه. كانت بالنسبه لي اللي هو انا مبسوط بيكي ان انت طالعه بقى مع رضوى الشربيني مش قليله والستات برضه والرجاله. بس مرات كريم بس يعني. الحمد لله ان هي اتكلمت في الفاشن. ايوه مش حاجه مش تانية. الحمد لله. امتى بتحسي اننا قريبين من بعض؟ وقت ما العيال بيناموا بحس ان انا دماغي هديت. ساعتين 3 اللي هو من بعد 12 بالليل دول. وبحس ان انا عايزه اقعد معاك كده نعمل حاجه نشربها، حتى لو احنا اتنين مش نتكلم، بس ان انا وانت مع بعض في اليوم حتى لو ساعتين 3 بقيت احس ان دي فرصه. غير زمان طبعا يعني. صح. احكي لي عن اغرب خناقه اتخانقناها بسبب هرموناتي. ابقى مثلا طالبه مني مثلا شيبسي وبيبسي وبسكوت وي وي، بس انا جبت لها اسم الشيبسي مثلا اسمه كذا، ما جبتلهاش اسمه كذا. يا لهوي انت ازاي انت اصلا انت بتضحكني. انت قاصد ان انت تعمل كده يا حبيبتي؟ انت والله ما لقيتش الحاجه لا، دي. انت مش فكره. انت مع الوقت من كتر ما بتخانق معاك بسبب الموضوع ده بقى عندك حته خوف. يعني مثلا دخلت سوبر ماركت ما لقيتش حاجه انا عايزاها، انت تروح كلمتيني مصور لي ان انت مش لاقيها. انت كلمتيني من اسبوع قلت لي ايه هات لي كذا، قلت لك لا انا مش هجيب لك اي حاجه، انا هجيب لك حاجه وتطلع غلط وتبهدلني. وتقلبي لي بوزك. لا مش هجيب لك حاجه. ايوه ايوه. فانت وصلتيني ان انا ما اجيبش اصلا. اتفضلي. في الخناقات اللي حصلت ما بيننا، ايه اللي بنعمله صح وايه اللي محتاجين نغيره من وجهة نظرك؟ اللي بنعمله صح ان احنا الحمد لله الخناقه بتتحل. مم. يعني بعد ما بيبقى فيه زعيق ودربكه كتير كده بعدها بنهدى فالمشكله بتتحل. اللي انا المفروض اعمله من وجهه نظري ان احنا من الاول اصلا ناخد ستيب 2 على طول. يعني مش مم. لازم نتعصب ونتنرفز ونزعق ونجعجع في البيت ونمسك في بعض واحنا علينا اصلا في بعض ان اللي هو ايه، انا مش عايزك تزعلي مني وانت برضو عينك بتبقى كلها متضايق وانت بتزعق او انت بتعصب، انا ببقى مش حاسه ببقى بيه. عايز ان احنا نتخانق اصلا. بالظبط. فبدل بقى كل ده، طب ما هي حياتنا كلها يبقى فيها مشاكل، ده بقى وجهة نظري. فطالما كده كده يبقى فيه مشاكل كتير، طب ما احنا نبقى هادين وكده كده هتتحل.
ما انا يعني بحب اخد الدنيا بهدوء وببرود، انا انت ما حامي طول بعرفش، الوقت. انا حاول عصبي. تهدى، وعشان انا كمان اعرف اخد ودي معاك. حاضر. بس لا لا، ده سؤال حلو عادي. هل في صفة انت شجعتني ان اكتسبها؟ اولا ما تبقيش عصبيه قوي، مم. ان انت ما تاخديش كل الكلام اللي بيتقالك بسوء نيه، تاخديه من الجانب الايجابي الاول. لو لقيتيه مش ايجابي فعلا لا بتبتدي بقى اللي هو التفكير التاني اللي انت كنت دايما بتخليه هو اول تفكير. صح صح. فهي دي اهم، الحمد لله يعني اتغيرت فيك خلصنا منها. كتير كتير قوي يعني، الحمد الحمد لله. لله. شايفه اننا بنكمل بعض ازاي؟ هقول لك، يعني مثلا لو انا زي ما انت بتقول كده في مواقف كتير مش بعرف اتصرف فيها لوحدي، او ماليش طولة بال فيها، او مشكلة بسيطة وانا كبرتها، فانت بتيجي بتحاول تبقى ايه محاوطني، فانت كده بتكملني ان انت بتهديني، بتتكلم معايا، ولو تقدر تتدخل بتتدخل. الحمد يعني لله. يعني تمام يعني، اه الحمد انا لله. راضية الحمد لله. ايه اكتر حاجة بتعتز بيها في جوازنا؟ وجود الأسرة. وجود الأسرة دي حاجة حلوة جدا جدا جدا. ما أظنش إن أنا كنت حاسس في يوم من الأيام قبل ما أتجوز إن أنا أحس الإحساس ده، إن أنا يبقى عندي بقى بيت، ويبقى في إن أنا مسؤول من طفلتين وزوجة، إن هم كل حياتي. دي أحلى حاجة في الجواز يعني، مم. قصة تكوين الأسرة. جانب حلو ما كنتيش متوقعاه في شخصيتي واكتشفتيه بعد الجواز. بص، هو مش بعد الجواز، هو بعد عيالنا. لان انت قبل الجواز يعني وقت الخطوبة وبعد الجواز على طول نفس الشخص، ما اتغيرتش خالص فعلا. بس بعد بقى ما بقيت اب وكده شفت جانب فيك انا كنت بتمنى اشوفه فيك ولقيته الحمد لله، بس ما كنتش متخيل إنه موجود في اي راجل اصلا يعني. طبيعي يعني، اي راجل طبيعي. ايه أنا هو؟ خايف ربنا يستر من الحلقة دي، ها. ماشي ماشي. ان انت اب حلو قوي قوي قوي. ربنا يستر تاني. مم. هنضرب بعض في طب البيت. احكي اتكلم ولا ايه؟ لا قولي. طب يا ابني. قولي. ماشي. ان انت اب كويس قوي مع ولادك، فده كان بيحسسني طول الوقت ان انا يعني الحمد لله ربنا وفقني في الحتة دي. الحمد لله. اه فبقيت حاسة ان انت يعني بتعمل حاجات انا اصلا عقلي مش مستوعبها ليه، لان انا افتقدت الحته دي شويه في طفولتي. فبقيت طول الوقت حاسه انه هو ده طبيعي، هو ده حلو قوي. فبقيت حاسه انا بنتك التالتة، يعني مش حاسه ان انا مراتك، يعني مم. علاقتك بيهم بقيت حاسه ان انا نفسي تبقى انا كمان زيهم. بنتي. بالظبط، فاحساس ان انا بنتك ده بيخليني طول الوقت مبسوطه، يعني حاسه ان في حاجه مختلفه حلوه. فاهم قصدي؟ فاهم قصدي. بس ايه ممكن نعمله سوا ويقربنا اكتر من بعض؟ ان احنا نرجع تاني زي الاول، نخرج مع بعض لوحدنا، نقعد مع بعض لوحدنا، ناكل لوحدنا، نشرب لوحدنا. العيال يبعدوا عننا. بس دي حاجه مش هتحصل دلوقتي. ولا بعدين؟ لا بعدين بقى لما يخشوا مدرسه، لما يكبروا. السنين دي جايه اكيد. هل احنا بنقضي مع بعض وقت كفايه؟ قبل كده دلوقتي لا. بالظبط. صح كده. اه يعني الاول طبعا ما كانش اصلا طب انا بنمشي ممكن قدام اجاوب بعض. والله على السؤال ده بجد. امم. هو احنا فعلا ما بقيناش نقضي مع بعض وقت كفايه. ليه؟ انت طبعا عارفه الاسباب. ان اولا من المفترض ان انا اغلب شغلي من البيت، فانا وجودي في البيت كتير قوي بيبقى لود عليا، ان انا في وجود الاطفال بيوترني، بيعصبني، بيصدعني. فببقى عايز اول ما بصحى من النوم ان تهرب. انا انزل اهرب. فين الباب اهو، يلا اطلع ايوه يجري. ايوه ايوه. فاحنا فعلا ما بقاش نقضي وقت كفايه، فاحنا ان شاء الله الفتره الجايه نحاول نقضي مع بعض وقت انت كفايه بقى يعني. كمان 6 شهور. لا اصل انت لا. كل فتره تقول لي كمان 6 شهور بس ما انا تكبر شويه. بحاول اهديك، ما دام اقول لك 6 سنين فبقول لك 6 شهور. هقعد 6 سنين ربنا يستر عليا فما اتجننش. طيب ايه اكتر صفه نفسك اغيرها فيا؟ ان انت يبقى عندك طولة بال شويه، يبقى يعني طولي بالك. طولي بالك. بس نفسك يبقى عندك كام ولد وكام بنت واساميهم يبقوا ايه؟ احنا عندنا اوريدي خلاص. انا كان، لا بس انا هقول بقى كان نفسي في ايه برضو. قولي. يعني انا كان نفسي يبقى عندي بنت وولد، او بنتين وولدين. امم اسميهم بقى، كان نفسي اسمي داليدا زي ما انا، وليلى، وعدي. بس اسامي غريبه جدا. ويامن، كان نفسي في الاسامي دي قوي. وانت اللي سميت حليمه، يعني انت من ناحيتك انت سميت انا بقى حليمه. عايز اتكلم في اه. الحته دي. انا كان قبل ما اتجوز كانت امنيه حياتي دايما ان انا اجيب ولاد بس. مم. بس انا اول ما دخلت العيله عندكم، انتوا ما شاء الله طبعا، انتوا ما فيش يعني ام جابت ولد عندكم في العيله. مامتك بنات، كلهم اما بنات، خاله عنده 3 ولاد. وخالته بنات، فتقريبا العيله كلها بنات. فانا لما دخلت شفت جمال وحلاوه البنات عندكم، فانا قلت يا رب خلفتي كلها تبقى بنات، وده حصل يعني. الحمد لله. جبنا دليده وبعد كده جبنا حليمه، فتمام.
في فقرة تعرفني كل واحد من الضيوف معاه سبورة وقلم، كل واحد فيهم هيسحب كارت فيه سؤال وهيقراه بصوت عالي وهما الاتنين هيجاوبوا عليه، بس المرة دي كل ضيف هيجاوب مكان الضيف التاني وبعدين هيوروا لبعض السبورة، وخلينا نشوف مين فيهم يعرف التاني أكتر. مين شنطته اخف في السفر؟ كريم. يا بصي كريم، تيشرتين وفانيلتين الموضوع كله بيعدي. وكوتشي وشبشب. كريم. هو عادة الرجالة كلهم كده اه اصلا. بالظبط، احنا غلبانين ولما باخد والله. شنطتين 3 زيادة يعني انت والله بنبدأ بقى. احنا عندنا دولابين في البيت، انا ماليش غير جنب بس صغير كده، وانتي ما شاء الله يعني. وعلى فكرة عيني عليه. عيني عليها، هحط هدومي بقى على الارض. حاضر. انا اللي هسأل. ماشي. ايه الحاجة اللي انا بعملها لنفسي عشان اغير مودي؟ كتير قوي. هكتبهم انت كلهم. بالنسبة لك انت، انا هقول لك اجابة حلوة قوي. اكتب لي اكتب انها تبقى معايا دايما طول الوقت، دي اكتر حاجة بتغير مودها. لي. يا سلام. آه. الثقة في النفس لا مش العمياء ثقة دي. والله. لازم اغير من نفسي على فكرة يعني. دي حاجة فعلا دايما عشان يعني مودك يتغير بتبقي عايزة تبقي معايا. بص بقى كتبت ليك ايه. البادل بيغير مودك طبعا. طبعا. بقى شيء اساسي من يومك. طبعا. خروجه مع صحابك. ماشي. بلاي ستيشن بقى والحاجات دي. صح. وسفرية اسكندرية اكلة سمك حلوة معايا او مع صحابك. واسمه ايه والبان سويسرا لما بنروح اسكندريه طبعا بقى. ماشي. تمام. انت تسالي انت. استنى بس امسح الاول عشان اسيب لنفسي مساحة لما اجي. اول مرة اتقابلنا فين وامتى؟ انا فاكرة طبعا. امتى؟ حبيبي احنا بنكتب. لا اله الا الله. فين وامتى؟ من 4 سنين ونص. مش 4 سنين. جنب بيتها في عباس العقاد وقت الكورونا. طب بس صح. العقاد قول بقى عمرك كام شقة لا. كده. خلاص انتوا عزلتوا. خروجاتنا الصبح احلى ولا بالليل؟ انا هكتب بالنسبة ليك وانت تكتب بالنسبة ليا. بالنسبه لك انت اهو. صح صح الصبح في الانجاز عشان العيال. صح كده. الله لكن عليك. بالليل ده مش بتاعي خالص. الله عليك. انساه بقى من قاموسي. بالظبط، بالليل ده بتاعنا. ايوه. الصبح بتاعك انت. انا اصلا ما بقاش شايفه قدامي بتبقى ساعه في الاخر. بالظبط كده. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو حابين تلعبوا اللعبة مع الناس القريبين ليكم تقدروا تطلبوها دلوقتي من رسائل الانستجرام أو الفيسبوك أو التيك توك وتوصل لكم لحد البيت. ما تنسوش تحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقتهم حقيقية ويونيك وعايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج. نشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد. عفوا ربنا يخليك. يعني يا رب نبقى عملنا